الجناح ده ناقص حتة اللي هي بتبقى في الآخر هنا بيسموها تيب أو ضفر، وهي عادة مش بتتاكل، عشان كده خلت الراجل يشيلها. الهوت وينجز المقرمشة المتغرقة في الصوص دي بقى ممكن تتعمل ببقية الجناح على بعضه، أو زي ما معظم المطاعم بتاعة الوينجز بتعمل ممكن تتقسم اتنين من عند الجوينت هنا. أنا بحب أقسمهم، مهم جدا عشان الوينجز في الآخر يطلع جلدها مقرمش كده إننا نتخلص من أي مية في الأجنحة. عشان كده بعد ما قطعتها نشفتها كويس جدا وحطيتها على شبكة ورشيت عليها ملح وفلفل اسود من الوشين. الملح هيديها طعم وبرضه هيقلل المية اللي فيها، والفلفل برضه للطعم، ده أساسي مع الفراخ. ومش محتاجين توابل تانية لأن الطعم بتاع البريدنج والصوص اللي عليها اللي هحطه في الآخر بيبقى كفاية قوي. وعشان أنشف الجلد أكتر سبتها في التلاجة مش متغطية زي ما هي كده ليلة كاملة. تاني يوم بقى باين عليها انها نشفت ولونها اتغير حتى شوية كده كويس. ممكن اعمل البريدنج دلوقتي، وده عملته بخلطة شانكي من باب الشام، طعمها تحفة وبتطلع نتيجة رهيبة بسهولة جدا. في منه سبايسي واكسترا سبايسي كمان، بس انا استخدمت الاوريجينال عشان انا هخليه سبايسي بالصوص اللي هغرقهم فيه في الاخر. كل اللي عملته هو اني في بولة كبيرة حطيت كمية من الخلطة وسبتها زي ما هي، وفي بولة تانية حطيت كمية وقلبت فيها مية لحد ما وصلت للقوام ده اللي هو سايل بس ماسك نفسه شوية. احسن حاجة تبقى مية ساقعة من الديسبنسر او التلاجة، او تحطوا عليها تلج. حطيت بقى الوينجز اللي عندي دي الاول في الخلطه اللي بالميه، مش الكميه كلها طبعا عشان ما تزحمش البوله واعرف اغطيهم بيها كويس. قلبتها في الخلطه دي كويس جدا، بعدين نقلتها في البوله التانية اللي فيها الباودر ونططتها فيها كده من 10 ل 20 مره لحد ما اتكونت طبقه بريدنج عشوائيه كده من بره مغطيه الوينج بالكامل. وعملت بقيه الكميه بنفس الطريقه. بعدين سخنت زيت على نار بين المتوسطه والعاليه وحطيت الوينجز دي فيها من غير ما ازحمها. وخلوا بالكم لو لقيتوا البريدنج وقع او اتبل كده عشان سبتوه كتير قبل القلي، قلبوا الوينجز مرة كمان بسرعة كده في الباودر قبل ما تقلوها. ولازم قبل ما تحطوها في الزيت تهزوها عشان تنزلوا الباودر الزيادة اللي فيها. وينجز بالحجم ده بتاخد من 8 ل 12 دقيقة مثلا كده على النار، عشان الزيت بتاعي مش غزير قوي والوينجز لامسة في الطاسة من تحت، فكل دقيقتين بس كده كنت بقلبهم عشان الحتة اللي لامسة الطاسة دي ما تتحرقش. بعد ما استوت الكمية دي صفيتها كويس من الزيت وطلعتها على شبكة عشان تحافظ على قرمشتها. وعلى فكرة ممكن تعملوها في الاير فراير، بس طبعا مش بتبقى حلوة زي اللي في الزيت للأسف. المهم ده شكلهم بعد ما خلصت الكمية كلها، لونهم ذهبي تحفة ومقرمشين جدا. سامعين؟ في شوية في الآخر اتحرقوا مني، فلو سمحت اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم. وعلى فكرة ممكن تتاكل كده، بس الصوص بيخليها في ليفل أعلى بكتير. والصوص اللي استخدمته أكيد يعني هو سجت ايجد هابانيرو الهوت صوص بتاعي. حطيته في صوص بان من غير ما اشغل النار، وحطيت عليه معلقه صغيره نشا وقلبتهم وهما باردين كده لحد ما النشا داب بالكامل. بعدين حطيت قد كميه الصوص زبده وشغلت النار على درجه حراره متوسطه وسيحت الزبده في الصوص. واول ما الصوص بدا يغلي طفيت النار وقلبت اقل من دقيقه كمان بسرعه كده وبس. الصوص هو اصلا عليه توابل وطعم الفلفل المتعتق اللي فيه والطعم السموكي، مش محتاج اي حاجه تانية عليه. حطيت شويه من الوينجز في بوله وحطيت عليهم شويه من الصوص وقلبتهم كده عشان اتاكد ان الصوص غطاهم بالكامل وان البريدنج بقى شارب كويس قوي منه. طبعا بيبقى حراق قوي، فاكتر ديب بيليق معاه هو حاجه زي الرانش او الساور كريم او البلو تشيز مثلا، حاجه تبرد شويه. ولو مش عايزينه حراق فممكن تغطوه بالباربيكيو صوص او الترياكي برضو، بس انا بحبه حراق. وطبعا شكرا عشان بتتفرجوا للاخر.